ايوه. انا علي فوده من محافظه كفر الشيخ، مركز فوه. جيت هنا امريكا من 32 سنه، والحمد لله ربنا كرمني، ومتجوز من 30 سنه، وعندي ابني سامي كابتن في الجيش الامريكي. اول ما جيت هنا طبعا انت عارفين الهجره، انا كنت مهندس زراعي، وجيت هنا نسينا الشهاده وبدانا نشتغل، والحمد لله لكل مجتهد نصيب، وربنا وفق. يعني شفنا ايام صعبه، ما حدش بيوصل مره واحده، بس اللي بيجتهد واللي بيكون عارف سكته وبيراعي ربنا بيديله على قد ما تكون نيته وضميره. فأنا بقول لكل المصريين، على الرغم من ان احنا هنا الحمد لله الهجرة، اللي بيعوز يهاجر وبيجي هنا ما يفتكرش ان دي ارض اللي بيقولوا عليها العسل عايز تكون توصل بتشتغل وبتتعب. ويا ريتنا والله لو كان ايامنا ايام في مصر كان الحال كويس، كنا سنة وكنا بينا احسن من كده. بس ان شاء الله ان شاء الله، وانا متأكد وبقولها، المستقبل في مصر هيكون بخير، ومصر هترجع احسن واحسن ان شاء الله. انا اول ما جيت هنا طبعا اشتغلت في شغلات كتيرة، منها حاجة اسمها ستاك بوي، يعني في مصنع كنت بقى اوضب الهدوم، وبعدين اشتغلت في مطاعم، وربنا كرمني دخلت معهد تعليم الطبيخ، وخدت منه شهادة شيف، واشتغلت كشيف لمدة 5 سنين لغاية ربنا ما كرمني، وبدأت أول شغلي اشتريت مطعم، والتاني لغاية ما ربنا كرم وكل حاجة تمشي تمام. في سنة 88 في الكراش ماركت لما البورصة نزلت بدأت شغلانة تانية، اشتغلت على فان، كنت بوصل الناس من نيويورك ومن نيوجيرسي. بدأت فكرة الشركة عندي بالفانات، فكونت أول شركة ب10 فانات، وربنا كرم، وبعدين قلبنا الفانات، كانت 14 راكب لأتوبيسات 25 و33، والحمد لله الشركة بتاعتي فيها حاليا 116 أتوبيس، وعندي المكان بتاعي الحمد لله، وربنا إن شاء الله يكرم. ونفسي والله لو أقدر أعمل حاجة في مصر، نفس الشغل ده لو ممكن أعمله في مصر، أو أقدم أي خدمة لمصر. كنت حاولت من كام سنة إن أعمل المشروع ده في شرم الشيخ، بس ما توفقتش، لأن ده كان ساعتها اللي ماسك شرم الشيخ واحد من الجماعة الكبار تبع مبارك، فما كانش لي نصيب. بس إن شاء الله هحاول تاني وربنا يسهل. أنا عايز أعمل أي حاجة في مصر، أي حاجة لمصر تفيد مصر وتفيدنا، وربنا إن شاء الله يكرم، والمستقبل إن شاء الله يكون أحسن وأحسن. عايز أضيف كمان إن يا ريت الحكومة الجديدة تنظر للشباب ورجال الأعمال اللي بره، وتحاول تطرح مشاريع وتذلل عقبات عشان كل اللي بره يجي مصر ويبقى خيرنا جوه مصر. دي أمنية حياتي، إن يشوف الحكومة عايزة إيه من المصريين المغتربين، والمشروعات اللي هي موجودة، ويدونا الحوافز بتاعتها، وإزاي يزيلوا لنا العقبات، وإحنا مستعدين نعمل اللي كل ربنا قدرنا عليه، لأن دي بلدنا ودي أهم حاجة بالنسبة لنا، وعايزين نشوفها
مصر الكبيرة، مصر العظيمة، مصر الشامخة. وإن شاء الله عندنا أمل إن الرئيس الجديد والحكومة الجديدة إن شاء الله تقوم بالمهمة ديت، وإحنا تحت أمر، تحت طلب الحكومة وتحت أمر مصر في أي شيء ينطلب مننا، وربنا يقدرنا إن شاء الله. عايز برضو ما انساش دور المرأة، إن إحنا عندنا مثل وراء كل رجل عظيم امرأة، وده فعلا في حياتي. أنا مراتي جولي على فكرة أنا اتجوزتها بعد 16 يوم من مجيء أمريكا. ربنا وفقني إن أنا أختار الإنسانة اللي وقفت معايا، وربنا اداها طول العمر، وياما ساعدتني في أزمات، وياما وقفت ورايا في محن، لدرجة إن في يوم من الأيام، يعني ده سر بس لازم أقوله، إن أنا كان في محنة عندي كبيرة، وفعلا كانت جات لي حالة إحباط لمدة 3 أيام. جات لي وقالت لي: أنت زعلان على الفلوس اللي راحت؟ مين اللي بيصنع الفلوس؟ أنت ولا الفلوس اللي صنعتك؟ أنت اللي بتعمل الفلوس هتعمل غيرها أكتر وأكتر. فعلا الكلمة دي شجعتني ورجعتني لحالتي الطبيعية، والحمد لله. يعني حتى أول ما فتحت الشركة بتطلع معايا من الصبح، ما بترجعش معايا بعد حالة الساعة 7 بالليل 8 بالليل. أنا اللي بعتمد عليها، يعني بتبقى عندي 3 سكرتارية وبعتمد عليها لوحدها، هي اللي فهماني وهي اللي بتهديني لما أكون غضبان في الشغل. يعني صراحة ربنا شايل عني حاجات كتيرة وبعدين يكفي إن هي ادتني أحلى حاجة في حياتي، ابني. هي اللي تعتبر رباته، إني كنت في شغلي طول النهار، كنت توديه المدرسة وترجعه من المدرسة وتذاكر له، واصحابه تختارهم له، لدرجة انها كانت بتطبخ لاصحابه الاكل اللي يحبوه عشان تشجعهم انه يقعدوا معاه، لان طبعا النزول في الشارع في امريكا خطر. فانا مديون لها بكل حاجة تعتبر، ربنا يخليها لي ويطول في عمرها. بسم الله الرحمن الرحيم. طب يا حاج، دلوقتي في مصر موجة طالعة ان يقول لك لا احنا مش عايزين مش عايزين رئيس يكون من الجيش، وبيقولوا الكلمة اللي احنا كلنا ما بنحبهاش: يسقط حكم العسكر. يا ترى ايه رأي حضرتك في الكلام ده؟ معلش، ما احبش اسمع الكلمة ديت، مش عشان انا سمحتها من السيسي، لا، عشان انا بكرهها. انا كنت في مصر من 1.5 سنة، وعملت لقاء مع القناة الرابعة مع الدكتورة رجاء المخرجة، وقعدت 1.5 ساعة اقول لهم يعني ايه كلمة عسكر. جيش مصر جيش محترم، احنا المفروض نربي اولادنا على احترامه، لان هو ده اللي بيحمينا، وهو ده اللي قايم بكل حاجة. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ هنا في امريكا جورج واشنطن اللي قام بامريكا كان ايه؟ كان عسكري ولا كان ايه؟ كان عسكري، راجل عسكري صح، وامريكا بيموتوا فيه. دي جول كان عسكري، روزفلت كان عسكري، تشرشر. يعني معلش، كلمة عسكر ما تلاقيش بالجيش المصري. ده الجيش اللي بيقولوا بيتمسح بالبيادة، لا، انا اشيل البيادة على دماغي. انا دخلت الجيش واعرف يعني ايه جيش، ومفروض ندرس لعيالنا يعني ايه كلمة جيش. وهنا بيحترموا الجيش جدا. هقول لك حاجة، انا ابني خريج وست بوينت، تعتبر اعلى كلية عسكرية في امريكا، وهو حاليا كابتن في الجيش الامريكي القوات الخاصة. في يوم من الايام عسكري شرطة عطاله مخالفة، وجاء ظروف ابني ما حضرش، فانا رحت مكانه المحكمة في امريكا هنا في نيوجيرسي. القاضي لما نده سامي فودة، وده اسم ابني، فقمت. قال لي: انت سامي؟ قلت له: لا، انا ابوه. قال لي: ما جاش هطلع امر بالقبض عليه، ده القانون في امريكا بعدم احترام المحكمة. قلت له: معلش اسمعني، ابني ضابط في الجيش، وهو حاليا مش موجود، هو خارج البلاد في افغانستان بيدافع عن البلد. القاضي والله وقف على رجله، قال لي: انا اسف وبلغوا اسفي، احنا قاعدين ومتمتعين بحياتنا وهم بيدافعوا عننا. المخالفة اتلغت، ودي اعتذاري لابنك، انت المفروض تكون فخور بيه. قلت له: انا فعلا فخور بيه،
يعني دي معاملة. الناس هنا في أمريكا عندنا كم عيد؟ حاجة اسمها فاترن داي، ده عيد المحاربين القدامى. ميموريال داي زي النهارده اللي احنا موجودين فيه، ميموريال دي معمول عشان خاطر الجيش والناس اللي ماتت في الجيش، الذكرى بتاعتهم. الاحترام، كلمة جيش في أمريكا سواء بحرية أو جيش عادي أو طيران، بيتمنوا يشوفوهم بيحتفلوا باحتفال غريب. احنا بلد لسه من 200 سنة في أمريكا، احنا اللي عمر شعبنا فوق ال 10,000 وزيادة، من أيام الملك مينا وأحمس وصلاح الدين. مش عارفين قيمة الجيش بتاعنا؟ والله العظيم يبقى نعيش، وعيب انها تطلع مننا، وما نبقى مصريين لما ما بوسناش رجليهم. فين في 48 وفي 56 وفي 67، على الرغم ان الجيش المصري فيه 73. يا جماعه حرام عليكم والله، والله حرام. ده بدل ما تدوا للعساكر بتاعتنا الدفعه بتاعتها وتكرموهم وتوريهم القيمه بتاعتهم وقدرهم الظبط بالحق، تقولوا عسكر، عمرها ما تيجي ابدا، والله ما تيجي، والله وعيبنا عندنا، والله عيبه في اي واحد مصري يقول الكلمه ديت. عيب والله، والله عيب كمان مره. انا بسمعها وقلبي بيتقطع، وارجع اقولها تاني، منكم لله يا اخوان، ان طلع كلمه عسكر الاخوان منهم لله، ان الكلمه ديت عمرنا ما سمعناها، عمرنا ما سمعناها. وباذن الله جيش مصر هيفضل برضو الدرع بتاع البلد، وهو اللي بيشيل عننا وهو اللي بيحمينا، وهيكون مش اقوى واقوى واقوى ان شاء الله. ان شاء الله. متشكرين قوي يا حاج، الف شكر.